في الحلقة اللي فاتت عشنا مع قصة واحدة من أشهر القبائل المعزولة وراء أمواج المحيط، وشفنا إزاي البحر كان درع طبيعي وجدار مائي بيساعدهم يقفلوا الباب في وش أي دخيل. بس في الحلقة دي الوضع مختلف. في عمق اليابسة وتحديداً في قلب أكبر المساحات الخضراء على وجه الأرض، غابات الأمازون، مفيش بحر يحمي، ومفيش مسافة كافية تعزل، ومفيش أي حماية للبشر اللي هناك غير الشجر. والشجر ده يوم بعد يوم بيتهد قدام تمدد عالمنا الحديث اللي مصر يقتحم كل شبر. على ضفاف أنهار الأمازون بتظهر من وقت للتاني مجموعات بشرية عايشة على طبيعتها الأولى خالص، ناس ماسكين في إيدهم أقواس وسهام خشبية طويلة وبيبصوا لأي مركب غريب بيعدي بنظرة حادة وحائرة. السكان الجدد هناك بيسموا الناس دول أشباح الغابة، لأنهم بيظهروا فجأة وأول ما حد يقرب منهم بيختفوا في ثانية جوه الشجر الكثيف كأنه الغابة بلعتهم. الهروب المستمر ده بيخلي الواحد يفكر، لما عالمنا الحديث بيقرر يقتحم حياة ناس ما طلبتش منه حاجة، يا ترى بيدخل بالخير والطب ولا أول حاجة بيشوفوها مننا هي الجرافات والسلاح؟ الأمازون مش مجرد مساحة خضراء، دي موطن وتاريخ ومكان مقدس لشعوب كاملة ولغات غامضة ومعزولة زي أصحابها. ومن أكتر الشعوب المعزولة اللي بدأ اسمها يتردد بقوة شعب اسمه الماشكو بيرو. أكثر من 750 شخص عايشين في أعمق نقطة بجنوب شرق دولة بيرو. تاريخ الناس دول مرتبط بصدمة سودة معروفة باسم رابر بوم، طفرة المطاط. في القرن ال19 اقتحم رجال أعمال وناس مسلحة الغابة، وحصلت مجازر وحشية أدت لإبادة قرى كاملة. شعوب أصلية اتخطفت واستعبدت وماتت بالأمراض. بعض القبائل اختفت تماماً، واللي نجوا هربوا لأعمق نقطة ممكنة في الغابة، واختاروا العزلة الصارمة دي لحماية نفسهم لحد النهاردة. بس في السنين الأخيرة بدأوا يظهروا كتير وبشكل مقلق على ضفاف الأنهار، والظهور ده مش علامة خير، ده معناه إنه في ضغط مرعب بيحصل عليهم وأرضهم بتضيق بسبب طمع وجشع الشركات. الناس دول مش بيحاربوا بجيوش، هما بيحاربوا بإشارات تحذيرية بيسيبوها على شط النهر، أغصان شجر مكسورة بطريقة معينة أو أسهم خشبية مغروسة في الرمل، رسائل حدودية واضحة بتقول لحد هنا ومحدش يقرب خطوة زيادة. بس كل ما أصوات المناشير بتعلى أكتر بيضطروا يطلعوا على الشط وهم خايفين، يقفوا يشاوروا للمراكب اللي بتعدي قدامهم وللقرى القريبة ويطلبوا أكل أو أي أدوات حديد تساعدهم يعيشوا. في حكاوي السكان الجدد هناك، القبائل دي بقى عندها عقدة حقيقية من اللون البرتقاني، لدرجة إن عمال قطع الخشب بقى ليهم اسم ثابت عندهم، الناس اللي لابسة برتقاني، الناس الوحشة. ده في عيونهم ما بقاش مجرد لون، ده بقى رمز للخراب والموت. وهنا ممكن يجي في بالك سؤال منطقي جدا، احنا عرفنا منين هم بيقولوا ايه واحنا اصلا ما بنفهمش لغتهم؟ السر في قبيلة جارة ليهم اسمها اليينة، ويعتبروا ولاد عمهم ومن نفس دمهم، بس الفرق انهم تواصلوا مع العالم الخارجي وعايشين في قرى مستقرة وبيتكلموا لغات محلية بس لسه فاكرين لغتهم الأصلية، وعشان كده بقوا هم همزة الوصل الوحيدة، بيقفوا على الشط ويترجموا للعالم كله كل صرخة وكل كلمة بتطلع من أهاليهم في عمق الغابة. وهنا بتبان الخدعة، الميديا العالمية دايما بتحب تبروز المشهد بسطحية غريبة وتكتب قبيلة بدائية تهاجم عمالا مسالمين، بس الواقع بيقول حاجة تانية خالص. لما حد يدخل بيتك غصب عنك ويقطع سقف أوضتك ويلوث ميتك فترفع في وشه سهم خشب عشان يبعد، مين المهاجم الحقيقي هنا ومين اللي بيدافع عن بيته؟ والمأساة دي بتتكرر برضو في البرازيل وفنزويلا، وتحديداً في أرض شعب اليانومامي. من خلال الصور الجوية ظهر نموذج مذهل لحياتهم. الناس دول بيعيشوا كلهم في بيت جماعي ضخم عبارة عن دائرة كبيرة مصنوعة من القش والخشب مفتوحة من النص على السماء، والعائلات كلها بتعيش فيه ككتلة واحدة. بس الدائرة الساحرة دي بيحاصرها دلوقتي آلاف من عمال مناجم الذهب الغير قانونيين، والناس دي مش بتحفر عشوائي، ده بزنس ضخم بتديره عصابات مسلحة، وبيستخدموا مادة الزئبق السامة اللي بتترمي في الأنهار وبتحول مية الشرب الصافية لقنوات مسمومة،
بتموت السمك وتصيب أطفالهم بتشوهات. العمال دول شايفين الغابة مجرد فلوس وثروة مستنية اللي ياخدها، يعني واحد شايف الشجر وطن والثاني شايفه عقبة في طريق الثراء ولازم تتهد. وعند النقطة دي بالظبط لما الطمع بيعمل عيون بتتولد أوجع وأقصى قصة عزلة في التاريخ الحديث كله. القصة دي بدأت في نص التسعينات لما أصحاب المزارع هجموا على قبيلة معزولة في غابات البرازيل وعملوا مجزرة وحشية عشان يفضوا الأرض للمواشي بتاعتهم. ومن وسط الدمار ده فضل راجل واحد بس، الناجي الأخير والوحيد من شعبه، واللي كتب عليه يعيش بعدها حوالي 30 سنة لوحده تماماً. العالم عمره ما عرف اسمه الحقيقي. الصحافة العالمية كانت بتسميه The Loneliest Man on Earth، يعني أكتر إنسان وحيد على كوكب الأرض، والباحثين بيعرفوه بلقب The Man of the Hole، رجل الحفرة. واللقب ده سببه إنهم كانوا دايماً يلاقوا في وسط كل كوخ يبنيه حفرة مستطيلة غويطة جداً ومحفورة بعناية شديدة. ولحد النهاردة العالم كله بكل أجهزته وتكنولوجيته الحديثة وقف عاجز قدام سر الحفرة دي. هل كانت مصيدة؟ هل كان مكان أمان بيستخبى فيه من رصاص المزارعين؟ ولا طقس روحي بيخليه يحس إنه قريب من أجداده اللي اتدفنوا تحت الأرض؟ الإجابة ما نعرفش، ودي أغرب مفارقة. لأكثر من 20 سنة كانت فرق الحماية البرازيلية بتتابع مكانه وبتحميه من بعيد لبعيد، بيراقبوا حدود أرضه قانونياً عشان يمنعوا أي مستوطن يقرب منه. كانوا بيسيبوا في طريقه أدوات بسيطة تساعده يعيش، بس من غير ما يواجهوه وش الوش، احتراماً لرفضه الصارم ليهم، لأنه في مرة ضرب سهم على باحث قرب منه. كان بيصطاد ويزرع ويهرب أول ما يشم نفس بشر، وقضى 30 سنة ما بيسمعش صوت لغة بشرية غير صوته وهو بيكلم نفسه في الفراغ، لأن كل البشر اللي بيشاركوه ذكرياته وثقافته انتهوا من الوجود. فضل شايل تاريخ شعبه كله لوحده. وفي أغسطس سنة 2022 الرحلة دي وصلت لمحطتها الأخيرة. دورية الحماية لقيته ميت جوه أرجحته الشبكية في كوخه، ممدد في سلام، وجسمه متغطي بالكامل بريش الطيور الملونة الزاهية، كأنه كان حاسس إنه نهايته قربت، فجهز طقوس جنازته بنفسه وزين جسمه بكرامة أجداده واستعد للموت بكبرياء. ماتت معاه آخر أغنية لشعبه وآخر كلمة من لغته، وكل لغة بتموت بتختفي معاها طريقة فريدة كاملة في رؤية الوجود وفهم العالم. وبكده الباب اتقفل للأبد على ثقافة كاملة اتمسحت من جغرافيا الأرض. والنمط ده من العزلة المفروضة بنشوفه بوش تاني خالص في جزيرة غينيا الجديدة، نيو غيني، وهي ثاني أكبر جزيرة في العالم. بنلاقي المعادلة دمجت بين الوجعين، عزلة البحر وعزلة الشجر مع بعض. الجزيرة دي لوحدها فيها أكثر من 850 لغة مختلفة، والسبب في التنوع الأسطوري ده هو الطبيعة الحادة. الجزيرة عبارة عن جبال شاهقة ووديان غويطة وغابات كثيفة الشجر فيها بيحجب الشمس تماماً. التضاريس دي كانت حيطان. السلسلة الجبلية الواحدة بتعزل آلاف البشر عن بعض، والصدمة هنا إنه القبائل دي اللي عايشة على بعد كيلومترات قليلة ما كانتش تعرف بعض ولا عمرها شافت بعض أصلاً. كبرت كل قبيلة جوه وديها وهي فاكرة إنه المكان ده هو الكوكب كله، وإنه مفيش بشر غيرهم في الكون. تطورت لغتهم وثقافتهم في عزلة تامة لآلاف السنين. فضلوا عايشين في الوهم الأسطوري ده لحد ما اقتحم عالمهم سنة 1933 لما دخل مستكشفين أستراليين بيدوروا على الذهب في المرتفعات، واتصدموا بوجود شعب كامل ملوش ذكر في التاريخ. حوالي 1,000,000 بني آدم متقسمين لأكثر من 1000 قبيلة وعشيرة منفصلة. والنهاردة الأحفاد بقوا عارفين إنه في عالم برا، ودخلت لهم المدارس والموبايلات، وال850 لغة بقت بتموت واحدة ورا التانية لأنه الجيل الجديد ما بقاش يتكلمها. وأغرب وآخر عزلة هنتكلم عنها حصلت في أكبر جزيرة في قارة أفريقيا، مدغشقر. جوه غابتها عاش شعب اسمه المايكيا. الناس دول ما كانوش معزولين من بداية التاريخ، دول اختاروا قرار جماعي واعي في القرن ال18 لما شافوا ويلات الاستعمار الفرنسي وتجارة العبودية اللي بتهدد عائلاتهم. لموا بعض كقرى وعائلات رافضة للخضوع، قرروا يهربوا لعمق الغابات الجافة، يرفضوا كل أدوات الحداثة،
ويختفوا عن عين البشر تماما لقرون، كأنهم قفلوا على نفسهم باب زنزانة اختيارية، ومع مرور الأجيال نسيوا العالم الخارجي تماما. لكن محدش سابهم في حالهم. النهاردة الأقمار الصناعية المتطورة وطيارات الدرونز وشركات الخشب بقت قادرة تخترق أصعب الجبال وتكتشف الأماكن دي غصب عن أصحابها، وتجبرهم يدخلوا جوه ساقية العالم الحديث، لتعلن إننا فعلياً بنعيش نهاية عصر البشر المعزولين. شعب السنتينيليز والماشكو بيرو واليانومامي ورجل الحفرة وقبائل غينيا الجديدة والمايكيا ما كانوش مجرد قصص غريبة بنحكيها عشان نتسلى. دول كانوا مراية حقيقية وصادمة بتسألنا كلنا الحضارة دي عملت إيه في إنسانيتنا وفطرتنا، لحد ما بقى وجود بشر عايشين خارجها يبان لنا شيء مستحيل وغير طبيعي. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.